نبي منك موقف هالشكل مر عليك. اقول لك موقف قديم جدا. الله. اول ما خلصت المدرسه توظفت وزاره الصحه، بعدين عقب 4 سنين كملت في القاهره. بس وانا موظف كنت عزابي وصغير، يعني عمري 20 19 سنتين. صار دوامي ظهر بروحي انا واحد على الاستلامات. دقت واحده من داخل المستشفى داخلي اكستنشن. الو بنيه، انا مالي شغل، ما اعرف احد، كره وما كره. منو انت؟ خادم ولا خادم ولا؟ ما تعرفني يا الظاهر، كلش ما تعرفني. انت خادم ولا تغني؟ مع اول شريطين سويتهم انا ما في صوره. مبارك يذكر مبارك عشان يضحك مبارك. لا يذكر مبارك. تذكر مبارك تسوي مبارك من بدايه يضحك. اللي تغني؟ قلت يا خادم ولا؟ قول لي شلون شكلك؟ قلت والله واحد مملوح وهذا. كل ساعه داخلي مستشفى. قلت له بشوفك، قاعد بشوفك، ما اقدر انا بروحي، شلون اشوفك؟ ايش لابس انت؟ شلون اشوفك؟ اللي بالجناح يدامون لازم يلبسون يونيفورم واحد، لازم يجون ترى عن صوت المرضى، فكلهم يلبسون ابيض. شو تقول انا اليوم خالفه لابسه جوتي اسود، الجناح السادس تعال شوفني، ما اقدر اجي تعال تشوفني. وانا طالع ولا رفيجي جاي بيستلم الدوام، رفيجي اصغر مني لكن وسيم، شارب شلهني بالسبعينات. كان اقول له قال وين رايح؟ تمشي يا ابيك تمشي. صرنا الجناح السادس انا اقول له طل، هو اللي قلت له طل طل، ولا ولا واحد لابسه اسود، كلهم لابسين بيض. ردينا انا وياه ما يدري وش السالفه وما يدري الموضوع شنو. صرنا شيرني التليفون، الو استاذ، وينك؟ ما قلت هيت انا طليت ما لقيت حد. تقول شفتك يا عزيزك، ايش حق جايبها الاسود وياك؟ الله تحطيم.